الجنجويت اللي قدامكم ده قائد بتاع هجوم على منطقة الحبيلة تم جخمه بنجاح مع تدمير 30 عربية واغتنام عشرات أخرى. وأيضا في جنوب شرقي دبيبات لم يكون الحظ وفيا مع الميليشيات، 21 عربية تم جخمهم وتقليبهم إلى خردة. صلاتك على النبي وشيرك ولايكك. ما تنسى المطابع الاكسبلور. خليني أكمل لك المشهد. في قبيلة كانت المخبرة جماعية، تدمير 30 عربة قتالية واغتنام 5 آخرون بحالة جيدة. أما الانفجار الخطير والقبر الساحق هو هلاك قائد الهجوم على الحبيلة مرتزق حسين محمود حامد وسقوط كبار الغادة بدع فيليا. محور الدبيبات كانت الأسخن بجنوب شرقي الدبيبات. قوات المسلحة السودانية جخملك 21 عربة بما فيها من الميليشيا تحولت إلى قرى في دقائق. الضربة القاضية. الجيش السوداني يلخن الميليشيات درسا لن ينسوها. شارك الفيديو ليعلم الجميع إن الحسم اقترب. ماذا تتوقع أنت كمشاهد لو ودى الفاشر؟ تعليقك مهم.